على منصة تانية. تمام. يعني مش من الميتنج نفسه. انا فاهم انت اللي خلاك تسأل ان انت عايزني اسجل من الأداة نفسها، زي ما زوم بيديكم ان في ريكوردنج بيتعمل، صح؟ اه. لا لا، ما آه. تقلقش، انا بستخدم او بي اس بيسجل من بره، يعني هو على جهازي وهبعته لكم على طول. تقلقوش ان شاء الله يعني. طيب تمام، شكرا يا باشمهندس. تقلقش حبيبي. تمام. بعد كده هناخده ايه اللي هي البروز اند كونز، اللي هي يعني الميزات والعيوب بتاعه الداتابيس سيستمز. بعدها على طول بقى هنشوفه ازاي بيتعمل من الصفر داتابيس سيستم، ومين اصلا بيتدخله في يعني في مرحله ان هو ايه الكاريت وكده. وكل ستيب مين اللي بيعملها، كل خطوه يعني مين اللي بياخدها ومين بيكاريت كذا وكذا. وايه بقى السكيما، يعني ايه سكيما وايه الانواع المختلفه منها. واخر حاجه خالص، ايه هي بيئات العمل بتاعه الداتابيس سيستمز. يعني بيبقى في كذا انفايرمنت، في ناس عندها فكره عن الموضوع ده، اللي هو في حاجات سنترلايزد وحاجات ديستريبيوتد. هنفهم يعني ايه كل واحده منهم لما نيجي عندها. اول حاجه خالص الاولد فايل بيزد سيستمز. تمام. حد عنده فكره عنهم الاول قبل ما اتكلم؟ ممكن يفتح المايك حد منكم يكلمنا يقول لنا مثلا يعني ايه فايل بيزد سيستم، يعني ايه يعني سيستم مبني على الملفات بس. حتى يكتب في الشات مش مشكلة، عشان اعرف بس انتوا ايه قاريين في الحوار ولا لا. هم. في حد اهو بيكتب. افتحوا المايك عادي، انا ما مفيش مشكلة، بس ايه يعني ارفعوا ايديكم وافتحوا المايك لو حد عايز يتكلم بالمايك، مفيش مشكلة. اجابة طويلة دي. طب بصوا انا هبتدي اقول ونشوفوا مثلا اللي هيكتبوا هيبقى كلامهم قريب ولا لا، بس يعني عشان زمايلكم ما يبقوش مستنيين. زمان قبل الداتابيز كانت السيستمز كلها بتبقى عبارة عن ملفات بتخرج من البرامج اللي بتستخدمها الأقسام، أو حتى هما بيتعاملوا على الملفات دي مباشرة يعني. آه مثلا يعني حاجة عندنا زي ال HR سيستم، ده بيتخزن فيه بيانات الموظفين وكده، فبيحذفها اوتوماتيك مثلا على ايه CSV فايل، او مثلا حاجة تانية زي زي مثلا ملف اكسل مباشرة على طول يروح حادفها على ايه، على ملف مثلا معين كده بيسيف فيه ايه الداتا بتاعته. تمام. الحاجات دي كانت بتعمل مشاكل ياما، بس عشان تفهموا اكتر يعني ايه المشاكل اللي كانت بتعملها، خليني اروح معاكم كده لمثال نعمله بايدينا. تمام. وبعدين نكمل الصفحة دي، يعني نكمل كلام في الصفحة دي، عشان الناس اللي ايه مش ما شافتش الموضوع بعينها قبل كده. خلوني ايه اشير معاكم فايل كده. تمام. وافتحوا المايكات كلكم، عايزكم ايه يعني تشاركوني كده ايه في المثال ده. تمام. اول حاجه احنا عندنا مثلا شركه فيها قسم HR وفيها قسم ايه فاينانس او محاسبه. عندهم الداتا دي. تمام. هنا احمد ومحمد وسلمى ومش عارف ايه وكذا اسم، وكذلك هنا برضو في الناحيه دي. اولا كده حد شايف مشكله قبل ما اتكلم في اي حاجه في الداتا اللي قدامنا دي، الجدولين اللي هم بيشتغلوا بيهم؟ الشركه دي اولا كده هي عباره عن شركه كول سنتر موزعه الايجنتس بتوعها اللي هم دول في يعني شرق وغرب وجنوب وشمال، يعني في اي جميع انحاء الدوله، اي دوله بقى مش مهم. تمام. على حسب الحته اللي انت بتشتغل فيها بتقبض باليوم، وفي الاخر بيشوف انت اشتغلت كام يوم في قسم المحاسبه ويضرب لك ايه الرقم ده في ايه في عدد الايام اللي انت اشتغلتها ويطلع لك السالري. فاول حاجه مثلا كده، كون ان هم اسمائهم هنا موجوده مره وموجوده مره تانية عند قسم المحاسبه، ده بيعمل عندي مشكله، حاجه اسمها داتا ريدندنسي. اللي هي ايه؟ ان انا مثلا يبقى الاسم موجود هنا وموجود هنا تاني. طب ايه الهدف من ان انا اخزنه مرتين؟ هو المفروض يتكرر، بس يتكرر في مكان واحد ارجع له واتاكد ان هو ده نفس الموظف، لان ده بيؤدي عندي لمشاكل تانية. زي ايه؟ زي ان انا مثلا لما اجي يعني احدث حاجة هنا،
ممكن ما تنعكسش هنا لان دول ناس شغاله بملف لوحدهم، ودول ناس شغالين بملف تاني خالص. فدي اولا بتعمل مشكله عندنا اسمها داتا redundancy او تكرار البيانات، ان هو اسمه يتكتب هنا مره ويتكتب هنا مره تانية. وبيعمل عندنا حاجه تانية اللي هي الايزوليشن. يعني انا لو حدثت الراجل ده هنا، كتبت ان هو بقى ايه، بقى في الايست او في الويست او اي حاجه تانية، مش هتنعكس هناك. ده طبعا ايه، لازم واحد بقى ياخد الملف ده يروح لقسم الفاينانس يديهم الملف ده في ايديهم، ويبتدي ايه، يقول لهم ان التحديث ده تم، سواء بقى بشكل يومي او بايه، بشكل اسبوعي او شهري. فده طبعا غلط. يعني احنا مش هنبقى تحت رحمة ان احنا نبتدي نعمل اي اجراء ما ينعكسش عليه التغيير اللي الاتش ار اخده في تغيير ايه، تغيير المرتبات اللي بتطلع من عنده. فده كده بيعمل ايزوليشن او انعزال. المعلومة اللي هي بتبقى هنا ما بتبقاش موجودة ايه، ما بتتحدثش عند الناس اللي هناك. تاني حاجة، لو احنا بنستخدم فايل بيست سيستم، يعني ملفات بنخزن فيها برضو زي كده، هيحصل عندنا حاجة اسمها داتا انكونسيستنسي. اللي هي ايه، اللي هي ان انا مثلا شايفين سوس وسوس دي الاتنين مثلا نفس المكان، بس الفكرة في حاجة، هنا واحد غلط في حرف سجلها كده، لما انا ما اجي في الاخر اشوف عندي كام موظف شغال في الثوث، مش هلاقيها صح، هلاقيها ناقصه حرف. هيجيب لي ده، دي لوحدها في مكان ودي لوحدها في مكان، هيعد ده بواحد وده بواحد لوحده. ولو عاوز تعرف الحوار ده في اي ملف اكسل، هتروح فاتح الحته دي، المفروض هنا يبقى موجود عند 4 بس. تمام. فدي كده ايه، مشكله تالتة. اخر حاجه عندي ان انا لو فتحت الملف ده، اي حد يقدر يدخل عليه من غير باسورد ويعدل فيه، مفيش اي مشكله. فدي كده عملت مشكله رابعه، واللي هي الداتا انتجريتي، ان انا السلامه بتاعه البيانات بتاعتي او نزاهتها مش ما بقتش موجوده. يعني ان الداتا بتاعتي ما بقاش اي حد يلعب فيها او اي حد يغير فيها. ممكن انا اجي دلوقتي اروح حاطط رقم هنا، بوظت العمود ده كله، المفروض هنا يتسيف فيه اسماء بس. فكده سلامه البيانات بتاعتي ما بقتش ايه، ما بقتش كويسه يعني. غير كده برضو مشكله الايزوليشن، لو حد اخد باله، هنا في واحد اسمه كريم وواحده اسمها ساره قدامه، دي اتعينت وده اترفض، وفي المقابل يعني المعلومه دي ما اتحدثتش عند قسم ايه، المحاسبه، ولسه بيصرفوا لهم مرتبات. مش ممكن يكون الفكره كلها ان واحد منهم اترفض قبل ايه، قبل المرتبات ما تخرج بيوم. تمام. فدي ايه، دي كده مشكله، 4 مشاكل عندنا. تعالوا بقى نرجع لايه، للسلايدز، ونتكلم في كل نقطه من دول ايه يعني براحتنا. لحظه واحده. ايوه. تمام. فهنا زي ما قلنا هيظهر عندي ايه، اول حاجه داتا ريدندنسي، البيانات هتتكرر ما بين ايه، كل ملف من الملفات اللي هما بيستخدموه. يعني يجي هنا احمد يتكرر تاني احمد باسمه وعنوانه ومعلوماته كلها. فدي فهمتوها يا شباب يعني ايه اصلا كل نقطه من دول، يعني redundancy او حتى inconsistency او isolation. تمام. فوصل لكم اول 3 دول يهموني. اخر واحد ده باين قوي، اللي هو اصلا ممكن القسمين يكونوا بيستخدموا فايل فورماتس مختلفه، اللي هو واحد منهم بيستخدم اكسل والتاني بيستخدم سي اس في. ما ينفعش اخد هنا الكوبي من الملفات دي على طول اروح عامله بيست هنا على طول، او ان انا اقول لهم اشتغلوا من بكره بده. هيعمل عندهم مشكله، هيقول لك لا احنا اتعودنا نشتغلوا بده والسيستم بتاعنا بيطلع اوتبوت على طول بده. ف يعني مش بيبقى بالساهل ان انت تروح تنقل من سيستم للتاني او من نوع ملفات للتاني. فالاول مفهوم مثلا يعني ايه هي مشكله الداتا ريدندنسي، ايه مشكله الانكونسيستنسي او الايزوليشن. فهمتوا معانيهم او في حاجه منهم مش واضحه معايا يا شباب في الشات؟ لا تمام لحد دلوقتي يا باشمهندس. تمام. هعيد تاني اهو بسرعه كده عليهم. redundancy ان المعلومه ايه، بتتكرر عندي مره عند مثلا قسم، وتتكرر تاني في القسم التاني، هي بالظبط بنفس كل حاجه بالعناوين بتاعتهم. ده كمان بقى ايه، لو انا هعمل مثال كبير هنزود بقى ايه، عندهم كام طفل، عندهم قرايب في الشركه ولا لا، كل المعلومات دي هتبتدي تتكرر تاني في كل مكان، سواء في القسم ده او في القسم ده او في قسم تالت كمان.
inconsistency او اللي هو عدم التناسق، ان انا ما عنديش اسم ثابت لنفس الشخص. هنا ممكن يكتبوا احمد بالايه، هنا يكتبوا احمد بالايه، هنا يكرر المعلومة تاني وهكذا. ف يعني كل واحد بيكتب الكلام على مزاجه، بيحط الارقام بالصيغة اللي هو ايه شايفها صح. اخر حاجة الايزوليشن، ان التحديث اللي هنا ما بينعكسش هناك. فكده ايه دي 3 مشاكل اساسيه. اخر واحد واللي هو ايه الفايل فورماتس، اللي هو ان كل واحد بيتعامل بالفايل فورماتس اللي تريحه. زي واحد بيستخدم اكسل، واحد يستخدم وورد، واحد يستخدم حاجه تالتة براحتهم. فده طبعا ما ينفعش اصلا شركه تشتغل بيه. فالاتصال بتاعهم مع بعض نو انتجريتي طبعا، اللي هو اي حد اخر عنصر عندي اللي هو مفيش انتجريتي، مفيش نزاهه للبيانات. انتجريتي دي جايه من ايه؟ هي من كلمه نزاهه، ان هي مش اي حد يعدل عليها، فيها قيود، فيها حاجات مانعه ان اي حد يدخل يعدل على دي. ما ينفعش يبقى مثلا عمود محطوط فيه تكست تيجي انت تحط نمبر. العرض مش مطلع الكلام عندك. طيب استنى اقفله وافتحه تاني. انا اسف معلش. ثواني. ده في السلايدز ولا في طب ده بعد ما قفلته وفتحته، ولا كان من الاول من ساعة ما دخلنا؟ طيب كده ابتدى يحول معاك. هو العنوان بس اللي بيبان. العنوان بس اللي مفيش بيبان. حاجة. دلوقتي شاشة زرقاء بس. غريبة دي. طب الباقي كله كده، ولا هما مثلا عندهم مشكلة يقفلوا ويفتحوا الميتنج تاني؟ لا، هو انا عندي كل حاجه ظاهره تمام. مهم. اخر حاجه ظاهره كمان creation steps and users. طيب انا بدلت الصفحة كده تمام. اتبدلت مثلا عندك يا مظبوط تمام. احمد؟ CSV واكسل برضه. طيب انا برضو عندي نفس المشكله. نفس المشكلة، كلكم مش شايفين الشاشة بتتغير اصلا. لا، احنا اتبدلت عندي عادي old file paste systems. ممكن يكون السبب الناس اللي داخله من موبايل، وممكن في ناس داخله من لابتوب او حاجه، اه طب فالموبايلات هي انا عارف ان موبايلي فيه مشكله. ممكن. طب الموبايلات كلكم مسجلين بموبايلات فعلا، اللي هو الناس اللي اتكلمت كلها؟ لا، انا فاتح لابتوب عادي. طب الباقي اللي عندهم مشكلة مش شايفين السلايد؟ انا فاتحة من الايباد. ايباد. طب فاتحاه زي بنفس الطريقة اللي انا فاتحة قلت؟ ابلكيشن. لا، فاتحة بالابلكيشن. طب لانه جربي ما فتحش كده. مرضاش يفتح معاكي بالكروم؟ لا، قالك ايه بالكروم؟ قالك داونلود ومش عارف ايه والكلام ده في عندك 3 لا، نقط. مم. قال لي اللينك مش فاليد اصلا. اللينك مش فاليد. اه. غريبة دي. ثواني ابعتلك طيب انفيتيشن تاني. خلاص، انا ممكن افتح من اللابتوب عشان ما اعطلش الوقت بس. طب لو تقدروا يا شباب معلش ممكن تفتحوا من اللابتوبس. ماشي. عشان بس تمام. في ناس تعطلوا معلش لحد ما نشوف المشكلة دي المرة الجاية يعني، عشان في ناس شايفها عادي وفي ناس لا. تمام. فكده نظام الفايل بيزد ده مش هينفع. تمام. فهنحتاج حاجة بديلة تحل المشاكل دي وتعوضنا عن ايه، عن الفايل بيزد، وتبتدي بقى تخزن البيانات بتاعتنا ونبقى كلنا في نفس الوقت عندنا اكسس لحاجة واحدة في مكان واحد. لما بتتغير بتدي اثر علينا كلنا. تمام. يبتدي بقى يظهر عندنا مفهوم relational database system. وركزوا في حتة relational دي او ايه. ما بينها علاقات، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ابسط ما بينها علاقات. تمام. لو هنيجي نعرف الداتابيز لوحدها الاول، ما بلاش ناخد تعريف كبير، خلونا نقول انها collection of related data saved on the memory بس. ما تحطش حاجة، ما تحطش ضغط على نفسك. هي اهم حاجة فيها انها related data، مرتبطة بعلاقات ما بينها وما بين بعض.
بس مش محتاج تركز هي مكونه من ايه يعني كهاردوير او حاجه زي كده. ده تعريف الداتابيز لوحدها. الداتابيز دي بنأكسسها بايه بقى؟ بحاجه اسمها داتابيز مانجمنت سيستم، وهو ده اصلا بيبقى بالنسبه لك الداتابيز اصلا، لانك ما بتتعاملش مع الداتابيز مباشره، دي حاجه متخزنه على الهارد ديسك، انت ما بتأكسسهاش بايدك او بتعدل فيها، لا هو انت بتعدل فيها من خلال حاجه اسمها داتابيز مانجمنت سيستم. فده البروجرام اللي انت بتستخدمه عشان تعمل انتراكتنج مع الداتابيز، وكمان تعمل لها مينتيننس او تعدل فيها او تصلحها او تكريت فيها انتيتيز جديده او ايا كان ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها. الاتنين بقى دول على بعض كده اسمهم ايه؟ اسمهم داتابيز سيستم، لانك انت ممكن تغير نوع الداتابيز، تغير نوع الدي بي ام اس ايا كان، بس هيتسمى الكوليكشن بتاع الاتنين دول على بعض كده داتابيز سيستم. الجزء ده مفهوم يا شباب؟ لان هو مش هنطول فيه قوي. مفهوم الفرق ما بين الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم والاتنين على بعض بيعملوا ايه؟ اكتبوا لي في الشات كده. على فكره لو عدد كبير منكم مش شايف، ممكن ابدلها بملف PDF عشان يبقى كله شايف. لو في ناس شايفه ومش شايفه برضو ساكتين. تمام قوي. هو ماشي، يبقى في ناس كده ايه مش شايفه ساكته، بس هو بس عشان ايه الحاجات اللي هي بتظهر وتختفي دي هتبقى ظاهره من اول مره على طول، فالموضوع مش لطيف، بس هعملها لكم يعني. كده شايفين كده بقى كل حاجة ولا ايه؟ تمام كده احسن، كده احسن. كده احسن. شايفين طيب قولوا بقى لزمايلكم اللي طلعوا على الجروب كده يعني ايه، نبهوهم ان كل حاجة بقت ظاهرة يعني، عشان انا قفلت التليجرام عشان ما يجيبش اشعارات واحنا شغالين بس. طب احنا وقفنا لحد فين؟ كده مفهوم الجزء ده تمام. بعد كده بقى اللي هي الداتابيس سيستم كومبوننتس، هو بيتكون من ايه على بعضه يعني. خلينا نبدا من فوق، نقرا الشكل ده كده من فوق لتحت ونعرف مكوناته بتبقى عباره عن ايه بقى بالظبط، مش مجرد ايه التعريفات وبس. الجزء اللي فوق خالص ده كده بيبدا عندنا بالابلكيشن او البروجرام اللي هو اصلا بيعملوا بيه اليوزرز عندنا داتا انتري. تمام، يعني بيبدا اليوزر يستخدم الابلكيشن او البروجرام اللي هو شغال عليه، سواء HR سيستم او ERP ايا كان، يدخل الايه البيانات اللي هو ايه محتاجها من يعني محتاج يسجلها من هنا. بعد كده بيبتدي ايه الكويريز اللي طلعت من الابلكيشن اللي هم استخدموه تدخل للدي بي ام اس. الدي بي ام اس فيه جزئين، جزء بيبروسس الكويريز دي اللي هي انا جالي ريكويست مثلا من ابلكيشن اليوزر استخدمه، بيروح الجزء ده عامل لها بروسيسنج، تبقى عباره عن اوامر يفهمها ايه الكمبيوتر، اللي هي مثلا لو في ناس عندها معرفه بالجزء ده الزيروز ان 1 والكلام ده. يبتدي بقى الجزء الاخير ده يستخدم ايه الاوامر اللي جات له دي، بان هو يدور على الاماكن اللي جات له في الميموري نفسها في الهاردوير، وايه ويجيب منها الانسر بتاع او الداتا اللي هو اليوزر محتاجها. طيب عندنا ايه بقى؟ يعني عندنا نوعين من الداتا. تمام، في نوع بيبقى الداتا الفعليه بتاعتنا اللي هي الحاجه اللي احنا مخزنينها، خلوها شويه على جنب، خلينا في الميتا داتا دي، لان في ناس ياما بتبقاش عارفه معناها ايه. الميتا داتا دي بتبقى وصف للبيانات نفسها، يعني هي مش البيانات، هي وصف البيانات. فمثال عليها مثلا بيبقى موجود فيها انا عندي كام تيبل، ايه العلاقات ما بين التيبلز وبعضها، عندي كام كولوم في كل تيبل، ايه الداتا تايبس، اللي هو مثلا الكولوم ده ما بيشيلش غير كلام بس، اللي هو او تكست او سترينج، كولوم تاني بيشيل ارقام بس، وهكذا. تمام، دي بتبقى وصف الايه للبيانات، مش بيانات، هي بتبقى وصف ليها، بتتخزن بنفس الطريقه بس بتبقى بتوصف البيانات نفسها. الستورد داتابيز بقى دي هي اللي بيتخزن فيها الحاجات اللي احنا بنخزنها فعلا، زي اسماء الموظفين،
المرتبات بتاعتهم، العناوين، الكلام ده كله. تمام. دي بتبقى اوتو جنريتد، يعني اللي هي الستورد داتا ميتا داتا دي بتبقى اوتو جنريتد، اللي بيطلعها الدي بي ام اس اوتوماتيك. اول ما انت بتكريت التيبلز والحاجه بتاعتك هو عموما بيطلعها اوتوماتيك. دي هي اللي احنا بنعملها بايه، اليوزر لما بيستخدم الابلكيشنز بتتكري. تمام. الحته دي على بعضها زي ما انتم شايفين دي بتبقى موجوده في الدي بي ام اس، احنا مش بنشوفها يعني، كبرنا بس بنتعامل مع الابلكيشن وهو اوتوماتيك بيهندل الجزئين دول، بيدخل او بيعدل في الداتا اللي عندنا هنا، يزود، ينقص، يمسح، يكري التيبل جديد، كل الكلام ده بيتم من خلاله. احنا يا دوبك بس بنتعامل معاه من خلال ابلكيشن. الجزء ده مفهوم يا شباب ولا في حد عنده سؤال مش فاهم اي حاجه؟ في الشات عادي يعني، اعملوا لي بس كده ثامب اب اللي فاهم في الشات ان هو تمام متابع معايا، والجزء ده يعني فل. فل واحد اهو. تمام. واللي عنده سؤال عادي، عشان برضو سؤالك بينفع غيرك يعني، ممكن انا اكون جزء مثلا شرحته بشكل، ساعدوني ان انا اشرحه لزمايلي. فل اوي. تمام. نروح للجزء اللي بعده، المزايا بقى اللي بيوفرها لنا الداتابيز مانجمنت سيستم. احنا طبعا شفنا المشاكل اللي حصلت مع الفايل سيستمز وازاي كانت فيها ريدندنسي. دلوقتي مثلا اول حاجه عندنا الريدندنسي دي اللي هي تكرار المعلومه في اكتر من مكان. لا دلوقتي احنا المعلومه مثلا هيبقى عندنا، فلنتخيل كده ان هنلم كل البيانات بتاعه الموظفين من كل حته ونخلي تيبل واحد كده اسمه اسمه تيبل الامبلويز او الموظفين. كل واحد عايز يستخدم معلومه عن موظف هيأكسس التيبل ده بابلكيشن واحد كلنا عارفينه، وياخد الحاجه اللي هو محتاجها من جدول واحد بيتعدل عليه من شخص معين بس. فكده بقت الريدندنسي كنترول. ليه بقى ما قالش ان هو شال التكرار خالص؟ لان في اماكن تانية ممكن نحتاج نكرر فيها المعلومات، زي مثلا الموظف ده ممكن يتكرر اسمه في كذا، في مثلا في جدول السيلز هيتكرر اسمه كذا مره لان هو بيبيع اكتر من مره في نفس اليوم، بس بياناته هو بقى كعنوان وهو ولد ولا بنت وبياخد قد ايه والكلام ده لا، موجود في حته واحده في مكان واحد في تيبل الامبلويز. ودي هنفهمها اكتر لما نيجي ناخد باقي ان شاء الله المحاضره الجايه الاي ار دي، هنفهم يعني ايه وان تو ماني وكده. فبيبقى في كنترول على على التكرار. تاني حاجه كنترولنج اليوزرز عشان نعمل داتا انتجريتي، مش اي حد يدخل يعدل في الداتابيس بتاعتي، مش اي حد يفتح الملفات ويعدل. لا دلوقتي بقى انا بقدر الداتابيس ادمن بس ليه صلاحيات يعمل حاجه معينه، بتوع قسم الاكاونتنج ليهم صلاحيات يخشوا يعدلوا او يشوفوا حاجات معينه وهكذا. الداتا بقى بقت شيرد، يعني دلوقتي انا البيانات ما بقتش حاجه كل قسم محطوط لوحده في سايلو او مثلا صومعه كده قافل على نفسه ومالكش دعوه بالبيانات بتاعتي. لا دلوقتي بقت البيانات شيرد وهو جدول واحد كله بيشوف من خلاله المعلومات اللي هو محتاجها. تمام. داتا انتجريتي وبزنس رولز. يعني ايه داتا انتجريتي؟ قلنا ان احنا دلوقتي عندنا عواميد معينه المفروض ما تشيلش غير اسماء، ما يتحطش فيها ارقام. هي دي الداتا انتجريتي. بحط بزنس رولز ان انا محتاج في العمود ده بس بيانات موظفين، ارقام موظفين، ارقام هواتف وهكذا، عناوين بتتسجل برضو بشكل معين. فكده بقى عندي داتا انتجريتي. كل ده بقدر اعمله من خلال الداتابيز. كونسيستنسي اللي هي انا دلوقتي البيان بتاع اسم الموظف بيتخزن بشكل معين كلنا متفقين عليه. مثلا بدل ما انا هسجل بالاسماء بس هسجل بارقام اي ديز معينه، هخلي لكل واحد اي دي. فكده مفيش واحد مثلا هيسجل لي مره احمد بالاي واحمد بالاي، واحد هيكتب مثلا عبد الله فيها يو وواحد تاني هيكتبها بالاي. لا خلاص هو شكل معين وثابت وكلنا شفناه يعني شايفينه وعارفينه ومفيش حد بيغير فيه. باك اب دي بقى حاجات زياده بتبقى موجوده في الداتابيز. انا دلوقتي ممكن اعمل باك اب في ثواني، يا دوبك اي حد استخدم دي بي ام اس عارف الكلام ده. من فوق بروح فاتح كده وبقول له يعمل لي ملف باك اب او نسخه وبسيفها عندي. الداتابيز لو حصل لها اي حاجه لا قدر الله بروح مستخدم الباك اب ده في ساعتها، بيفك لي الداتابيز في اي مكان على اي جهاز وابتدي استخدمها من اول وجديد. لور سايز دلوقتي انا كنت مخزن مره احمد عند المحاسبه واحمد عند الاتش ار ويمكن كمان نخزنه عند الاي تي ويمكن نخزنه في كذا حته تانية. لا دلوقتي هو مكان واحد
مستفيدين كلنا بالمساحه الموجوده، ومش مش بنهلك كلنا الاجهزه، هو سيرفر داتابيز واحد وكلنا بنأكسسه. واخر حاجه عندنا نون ستراكشر اللي احنا لسه هنتكلم عليه، اللي هو السكيما. تمام. وده اللي هو بيبقى وصف الجداول، كلنا بنبقى عارفين عندنا كام جدول وشكل البيانات نفسه معروف عندنا، بدل ما احنا كان كل واحد ايه بيخزن البيانات بالشكل اللي يريحه. ده ايه كده بالنسبه للمزايا بتاعه ايه الداتابيز. في اي ميزه منهم مش فاهمينها او مش مستوعبين مثلا هي ازاي حلت الموضوع ده، نتكلم فيها شويه. هم. زي المره اللي فاتت، كل ايه كده اللي فاهم يعمل لي سامز اب، عشان برضو ايه ما تهلكوش. ماشي شيماء. تمام. منا. تمام. فل اوي. تمام. نخش على اللي بعده. دلوقتي احنا شوفنا المزايا، تعالوا بقى نشوف العيوب. اولا انا كنت الاول واحد بشتغل على ملفات، اي حد اخد مثلا اي سي دي ال، او اي حد مثلا عنده درايه بالكمبيوتر بيستخدمه هيعرف يدخل يعدل، هيستخدم ملف وورد او هيستخدم مثلا ملف اكسل ويعيش حياته عادي. لا دلوقتي بقى الوضع اختلف، انا دلوقتي بستخدم داتابيس سيستم، يعني محتاج حد يكون فاهم داتابيس، فاهم ريليشنز، فاهم اي ار دي، يخش يعمل لي الكلام ده عندي، يدخل يظبط لي بقى الكلام ده ويكتب كويري صح وكده. مين بقى اللي يعمل لي كده؟ فبقيت محتاج واحد خبير، داتابيز ادمن او داتا اناليست ايا كان، يظبط لي بقى الكلام ده ويعمل لي داتابيز من الصفر. فدلوقتي محتاج اكسبرتس، واحد سيستم اناليست، ومحتاج داتابيز ادمنستريتور وداتا اناليست وداتا انجينير وليله. فدلوقتي بقيت محتاج اجيب ناس تشتغل عندي في الكلام ده. الموضوع مكلف، ايوه الناس دي هيدفع لها مرتبات، وفي نتورك هتتعمل، وفي سيرفر هيتشرى، فكده في تكلفه زايده جت عليا. اخر حاجه عندنا ان بعض الدي بي ام اس مش بيبقى عندهم سهوله في نقل البيانات اللي عندهم دي. الدي بي ام اس مختلف، يعني احنا مثلا لقينا ميزه في بوست جريس عن ماي سيكوال، مش هيبقى بالسهل ان احنا ناخد البيانات دي ونروح نقلنها على طول هناك مثلا، وممكن يكونوا في الحقيقه مش كده، انا بتكلم بس بضرب مثال. تمام. في بعضهم مش بينقل البيانات من عنده لاي دي بي ام اس مختلف بسهوله. فالحل في الموضوع ده ايه؟ ان انا بستخدم ثيرد بارتي تول، ان انا بستخدم يعني حاجه زي البايثون او حاجه مختلفه بقى، منصه تانية خالص، بعمل عمليه اي تي ال وبروح ناقلهم من هنا لمكان تاني. بس فدي برضو مشكله من المشاكل دي، فبتضطر ساعات تتحبس في دي بي ام اس معين ما تعرفش تخرج منه بسهوله. تمام. دي بالنسبه للعيوب. بعد كده عندنا بقى ايه مراحل اللي هي بتتكريت فيها الدي بي ام اس. الاول العيوب مفهومه صح؟ انا افتكر ما فيهاش حاجه تتشرح يعني، هي مفهومه قوي. ماشي. طبعا تابعوا معايا بس ايه، كل ما اقول فاهمين الدنيا واحده ايه صنباب كده. بعد كده بقى عندنا الداتابيس كرييشن واليوزرز. تعالوا كده ناخد مرحله مرحله ونشوف الراجل اللي على اليمين ده هو بيعمل ايه بالظبط، دوره ايه، وايه هي المرحله نفسها. ناخدوا المراحل كلها وبعد كده ايه نشوف كل واحد بيعمل ايه. اول حاجه، انا مش هروح كده الصبح طلع في دماغي ان انا عايز اكاري الداتابيس هقوم واروح ماسك الكمبيوتر واروح عايش حياتي، لا مش هينفع. احنا الاول نشوفه اللي انا رايح اعمله ده مفيد ولا لا. فعشان نتاكد ان هو مفيد ولا لا نعمله ايه؟ في حد عندي بينزل يلم المرحله دي بيبقى اسمها انفورميشن جاذرنج او جمع معلومات، بينزل يلم البيزنس رولز او الشركه بتاعتنا دي ماشيه ازاي الاول، ويفهم كل واحد بيبقى محتاج ايه، والفايل سيستم كان ماشي ازاي الاول وكده. وبناء على المعلومات اللي هو بيلمها والاسئله اللي بيسالها للمدير والموظفين وكل الناس اللي شغاله عندي في المكان، حتى الاي تي برضو بيتسال عشان نعرف كمان هنشتري سيرفر نوع ايه وهم هيقدروا يتعاملوا معاه ولا لا. ده بيعمل دي المرحله دي كلها بتبقى اسمها ايه، انفورميشن جاذرنج او جمع معلومات. بعديها على طول بيجي عندي بقى الداتابيز ايه ديزايننج، ان انا بقى ابتدي بناء على الحاجات اللي لمها لي الراجل. خلونا الاول نقولوا اسمائهم خلاص، كل مرحله هقول لكم مين اللي بيعملها. اللي بيعمل الكلام ده السيستم اناليست. السيستم اناليست ده بعد ما يلم المعلومات اللي هو جابها وكل اللي انا محتاج اعرفه عن الداتابيز دي وهنحتاجها يعني في ايه، بينقل لي البيزنس رولز، وانا بناء على الحاجات اللي انا فهمتها منه ببتدي بقى ايه اعمل حاجه اسمها اي ار دي او كونسبشوال سكيما. تمام.
الكونسبشوال سكيما دي بتبقى وصف بس كده للداتابيز، ديزاين بس للداتابيز كده، فيها الجداول، فيها العلاقات ما بين كل جدول والتاني، مين مسموح له يشوف ايه، مين اللي ليه اكسس على ايه، وهكذا. تمام. ده ديزاين بس، يعني نقول ان هو رسمه. ساعات بيعملها داتابيز ديزاينر، بس على الاغلب الداتابيز ادمن هو اللي بيعمل دي، وبيعمل برضو الايه المرحله اللي بعدها داتابيز امبلمنتيشن. دي بقى ان هو يخش يكتب اكواد على دي بي ام اس، ويحول الاكواد دي لجداول فعليه. الجداول الفعليه دي يبتدي يعني كل واحد بقى يشوف هيحط ايه اليوزرز عليها ازاي، مين اللي اكسس على ايه. كل ده بقى بيبقى اسمه الفيزيكال موديل، ان هو يكريت الحاجات دي فعلا. تمام. بعد ما خلاص كريتنا الداتابيز، اخر حاجه بقى هندخل البيانات فيها ازاي، وعملنا لها تيستنج وكل الكلام ده. بيبتدي بقى السوفت وير ديفلوبر، ده طبعا ملوش علاقه بالداتابيز قوي، بس اللي هو ايه بيكريت لي البرنامج اللي هو هياخد اكسس على الداتابيز وهكذا يعني. تمام. اللي هيدخل عليه اليوزر من خلاله ايه يعمل يوزنج للابلكيشن ده، ومن خلال ان هو يستخدم الابلكيشن الداتا اللي هو بيحطها عليه تبتدي تتحدث اوتوماتيك على الداتابيز. تمام. يبقى احنا كده بنمر بكام واحد. سيستم اناليست بيجمع لي المعلومات، السيستم اناليست يروح يعمل انفورميشن جاثرنج او يجمع المعلومات عن الايه، تمام. همر عليهم بس مره سريعه كده، بحيث ايه اللي وقع منه حته يقول لي برضه. وبعديها على طول الداتابيز ادمن يعمل كونسبشوال سكيما ويعمل امبلمنتيشن ليها، وايه، واخر حاجه السوفت وير ديفلوبر يعمل لي ابلكيشن اليوزر الاخير ده اللي هو الابلكيشن يوزر او الاند يوزر يستخدمه فيأكسس الداتابيز ويعدل عليها. تمام. وشيماء عملت لي كده، فحابب برضو الباقي ايه يقول لي تمام الدنيا ولا ايه، لو اي حته برضو مش فاهمينها او اي حاجه. تمام يا شباب ولا ايه؟ فل اوي. تمام. هنا اخر حاجه بقى اللي هي السكيما مش اخر حاجه يعني، اخر حاجه في الموضوع اللي فات ده ان احنا ايه نوصف بقى نعرفوا ايه هو السكيما. تمام. السكيما دي هي اللي احنا عمالين نتكلم عليها من بدري، اللي هي شكل التيبلز اللي عندي والعلاقات ما بينهم وكل ده بيتسمى سكيما. بس في كذا نوع من انواع السكيما. تعالوا نبداو من تحت ونبتدي نطلع لايه لفوق. اول حاجه عندنا خالص اللي هو الانترنال ليفل ده، وهو اللي بيبقى السكيما فيه عباره عن توزيع التيبلز والريليشنز دي على الذاكره، يعني في الميموري. ده طبعا احنا ملناش اي علاقه بيه، يعني في ناس ساعات بتبقى فاهمه الكلام ده، بس احنا مش بنبقى ايه مش بنتعامل في الجزء ده كتير، لان هو بيبقى كومبليت ديتيلز يعني عن ايه، عن الاكسس باثز بتاعه البيانات على الميموري نفسها. فوقيه على طول بيبقى الكونسبشوال ليفل، ده اللي فيه الاي ار دي اللي احنا بنتكلم عليه، غالبا هو اللي بيعبر عن الجزء ده. الاي ار دي بيبقى فيه زي ديزاين للتيبلز اللي عندي والعلاقات ما بينهم والداتا تايبس وكل الكلام ده بيبقى موجود هنا. تمام. الجزء الاخير ده هو اللي بيبقى فيه جزء بس لكل قسم اللي هو محتاج يشوفه مش اكتر، بيتعمل له حاجه اسمها فيو، بيبقى جزء من التيبل او جزء من اكتر من تيبل، بيبقى يا دوبك القسم ده محتاج يشوفه بس، لا بياخد يعني، والباقي كله بيتعمل له هايد، ما بيشوفوش اصلا. تمام. فنقدر نقول ان اخر اتنين دول هم كونسبشوال ليفل، بس ده السكيما كامله على بعضها. اما الاكسترنال ليفل ده بيبقى جزء من الكونسبشوال، بيبقى حته بس من الكونسبشوال ايه سكيما. ودي برضو ان شاء الله لما هنيجي للجزء بتاع الاي ار دي هتفهموها كويس قوي، وهتبقوا عارفين يعني ايه سكيما وبيبقى شكلها ازاي اول ما يجي في ذهنك كلمه سكيما. تمام. ليه احنا بقى قاسمينها 1 و2 و3 او انترنال وكونسبشوال واكسترنال؟ لان احنا عايزين نعمل داتا اندبندنس. يعني ايه؟ لما اعمل تعديل هنا ما ياثرش عندي في الجزء اللي فوق. يعني معلش انا لو نقلت الداتابيس كلها حطيتها على درايف تاني، نقلتها من الاي حطيتها في الدي، مش مهم، نقلها من درايف للتاني. الفكره ان الكونسبشوال سكيما تفضل زي ما هي محتفظه بشكلها، الجداول ما يتاثروش. تمام. لو عدلت في الجداول دي اللي الجدول بتاعه بس اتعدل فيه، سواء مثلا قسم المحاسبه، قسم الاتش ار، قسم الاي تي، ايا كان، هو بس اللي يشوف التعديل ده. فاحنا قاسمينها لايرز او طبقات عشان ما يحصلش اي اديت ما ياثرش في ايه،
في ال في ال في اللاير اللي بعده او اللاير التانية. طيب حته بقى لو انا عايز اعمل ريكويست من فوق كده، واحد من اليوزرز استخدم الداتابيز فعمل ريكويست من فوق هتتنقل لحد الداتابيز وترجع له تاني. تمام. كون ان انا بقى بحرك الريكويست من هنا فيبتدي ايه يشوف التيبلز اللي هو محتاجها او عايز يبص عليها من هنا، ويروح رايح سائل عليها كونسبشوال سكيما كبيره خالص، وياخد التيبلز اللي هو محتاجها ويبتدي يدور عليها في الميموري، وبعد ما يشوفها في الميموري يرجع الداتا اللي هو محتاجها تاني للكونسبشوال، وبعد كده للاكسترنال، ويجاوب عليها في الاخر على الشاشه لليوزر. ده بيبقى اسمه ايه؟ اسمه مابينج. تمام. اللي هو موفينج ريكويستس او كويري، هي مكتوبه على الشمال تحت الكويري، والانسرز باك، بيرجع الانسرز تاني between different levels of schema. يعني احنا لما نحرك الكويري والانسرز نطلعها فوق تاني للاكسترنال ليفل ما بين الطبقات دي وبعضها، ده بيبقى اسمه ايه؟ مابينج. عشان لما تسمعوا بعدين كلمه المابينج في مشكله مش عارف ايه، هو ده ايه؟ هو ده المابينج. تمام. العمليه اللي هي الاسهم دي بالظبط هي اللي بتعبر عن المابينج، ان انا ابتدي ادور على التيبلز دي في الميموري وبعد كده اروح مرجع الاجابه تاني للكونسبشوال، الكونسبشوال للاكسترنال، ده المابينج. تمام. مفهوم الجزء ده يا شباب؟ لو في كلام كتير فلو حد مش فاهم حاجه او عايز يتكلم فيها شويه برضو يقول. زي ما قلنا اللي فاهم يديني ثامب اب عشان اعرف بس اللي فاهم. تمام. منا من تاني مفيش غير منا بس هي اللي قاعده حاضره معانا لحد دلوقتي. تمام يا شباب. انا طيب فل اوي. تقريبا الردود عندكم بتيجي مره واحده، اتاخرت وجت مره واحده. ماشي فل. تعالوا ننتقلوا اللي بعدها. هنا بقى الداتابيز انفايرمنت اللي هو بيئه العمل بتاعه الايه يعني كده. ايوه. بيئه العمل بتاعه الداتابيز سيستم يعني. الاول خالص اول حاجه بدانا عليها لما ظهر الداتابيز سيستم كانت ايه؟ كانت السنترلايزد انفايرمنت. دي ان اصلا يبقى عندي سيرفر واحد بيخدم على كذا ايه مونيتور. المونيتور ده يعني ايه؟ شاشه، بس هي شاشه عامله اكسس او مربوطه بس بسيرفر داتابيز واحد. تمام. الداتابيز ساعتها كانت سنجل بوينت اوف فيلير. يعني ايه؟ يعني لو حصل مشكله في السيرفر اللي هو في النص ده، خلاص كل حاجه تقف، كل الداتابيز تتعطل عندي. تمام. فكده ده عمل عندي اللي هو السنجل بوينت اوف فيلير. ده غير كده كان بيبقى فيري سلو جدا، يعني اللي هو اصلا عليه الابلكيشن اللي احنا بنأكسس بيه الداتابيز دي وبنتعامل معاها، وعليه الداتابيز سيرفر برضو اللي هو عليه الداتابيز وبتتخزن وكده. فملايين الاجهزه بقى متصله بالدي بي ام اس هنا، فطبعا ده كان بيخليه بطيء جدا. وغير كده لو وقع خلاص الشركه كلها بتقف. فده اسمه المين فريم موديل. تمام. او المين فريم انفايرمنت. تمام. مفهوم ده؟ تمام. يعني افتكر في معظم الشركات لسه شغاله بيه لحد دلوقتي، يعني اللي هو بيبقى سيرفر واحد وبيخدم على كذا ايه شاشه. مفهوم يا شباب الموديل ده صح؟ عشان انا على الصفحه اللي بعدها اقول لكم الموديل غيره. مش عارف ده بطء في النت عشان انتوا ردودكم المره اللي فاتت جت ورا بعضها فجاه. تمام. فل اوي. بعديها ظهر عندي environment تانية كان اسمها client server. client server دي برضو اغلب الشركات برضو لحد دلوقتي شغالة بيها. تمام. اللي هي ان انا بحط الابليكيشن على الجهاز بتاع العميل، واحط الداتابيز سيرفر بس هو اللي عندي، او هو الايه السيرفر اللي بيخدم على باقي الاجهزة. ساعتها الكلاينت كان بيبقى اسمه ثيك كلاينت، او اللي هو ايه يعني ثيك دي جايه من قوي او حاجه زي كده. تمام. لان هو بيشيل جزء من الايه من الشغل اللي كان بيتحط على الداتابيس سيرفر. وساعتها بقى كل كلاينت لو باظ عنده الابلكيشن بتاعه ما بيأثرش على ايه؟ على الداتابيس سيرفر ده.
بمعنى اخر يعني اللي بقى عندي سنجل بوينت اوف فيلير هو الايه، هو الداتابيز بس. تمام. فكده بقى يعني ظهرت مشكله تانية، يعني احنا شلنا مشكله وظهرت واحده تانية، ان دلوقتي بقت عمليه ان انا اعمل مينتيننس او اصلح حاجه باظت في السيرفر عندي مكلفه جدا. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي عايز اجمع معلومات عن الايرورز اللي بتحصل او المشكله من اكتر من جهاز واكتر من نوع، يعني مش حاجه بسيطه. فعايز اخد فيدباك من كذا حد واعمل سبورت لكذا جهاز، لان الابلكيشن ده لازم يتعمل له مينتيننس زي الداتابيز. فالموضوع بقى مكلف جدا. تمام. اتصل بالاف الاجهزه والاف الكاستمرز او اللي هيأكسسوا الداتابيز. ولو قلنا مثلا اللي بيستخدموا الداتابيز هم بس الموظفين اللي عندي، برضه هيعمل مشكله كبيره، لان هضطر اشوف الاقسام كلها واجهزتهم كلها ليه ما بيشتغلش عليهم الابلكيشن. تمام. ده بالنسبه ايه للكلاينت سيرفر موديل. دي المشاكل بتاعته. مفهوم يا شباب الكلاينت سيرفر؟ تمام. ماشي. بعديه على طول فل اوي. تمام. تمام. بعديه على طول ظهر عندي حاجه اسمها 3 تير اركتكتشر. دي ناس ياما خصوصا اللي في حاسبات اكيد سمعوا عنها. ودي اللي هي ايه، ان انا بيبقى عندي الجهاز بتاعي عادي خالص. تمام. بيأكسس ويب ابلكيشن، يعني هو بيأكسسه مثلا بروتوكول ويب. الابلكيشن نفسه محطوط على اكتر من سيرفر هنا. تمام. اكتر من سيرفر، مثلا يعني نقوله في ابلكيشن سيرفر بيخدم على منطقه كذا او الريجون اريا كذا. تمام. وفي الاخر كلهم بيأكسسوا داتابيس سيرفر واحد. فكده احنا حلينا مشكله السنجل بوينت اوف فيلير. تمام. حلينا مشكله المينتيننس المكلف، لاننا دلوقتي بقى عندنا مثلا 3 4 سيرفرات كلهم بتوعنا عندنا في الشركه، بنعمل لهم مينتيننس من جوه الشركه. فمش محتاجين كلفه قوي ان احنا نلموا الديتيلز من الناس وكده. بس المينتيننس بتاعت السيرفرات هتبقى ارحم من ان احنا نلم الفيدباك من الناس، هيبقى مكلف وغير كده مجهوده عالي. فدلوقتي مثلا عندي سيرفر او 2 بيخدموا على اكتر من جهاز، وداتابيس سيرفر هو اللي بيبقى عليه الداتابيز ومتخزنه عليه. عشان كده اتسمت 3 تير، بيشترك فيها الكلاينت وسيرفر ابلكيشن، والتالت واحد اللي هو الداتابيس سيرفر. كده ما تبقاش عندي غير مشكله واحده اخيره، وهي سنجل بوينت اوف فيلير. او سنجل بوينت اوف فيلير جايه من من ان لو حاجه فشلت او حاجه وقعت بتبوظ يعني بتوقف الشركه كلها. عشان كده اتسمت سنجل بوينت اوف فيلير. فهي لو الداتابيز دي وقعت خلاص، برضو لسه عندنا مشكله ان ان الشركه كلها هتقف. فبرضو لسه ما حلناش برضو المشكله دي. يظهر بقى عندنا بعد كده اللي هي الانظمه الموزعه، اللي هي او ديستريبيوتد. تمام. ودي بيبقى فيها بقى حلين للمشكله بتاعتنا دي. اول حاجه ان انا يبقى عندي ريبليكا او نسخه من نفس الداتابيز على اكتر من جهاز، ان احنا بقى نستفيد من خاصيه الباك اب اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول في الداتابيز. ودي ان انا بس بقى مش باك اب وبس، مش ان انا بفضل مخزنها، لا ده بتبقى معمول منها كذا نسخه، والكذا نسخه دي بتخدم على كذا كذا جهاز. يعني مثلا نقول لو احنا عندنا 3 مليون كاستمر، هيبقى مليون هنا ومليون هنا ومليون هنا موزعينهم على نفس الداتابيز. تمام. يعني نفس المعلومات موجوده هنا ونفس المعلومات موجوده هنا ونفس المعلومات موجوده هنا. تمام. بيأكسسوا نفس الداتابيز وكل حاجه. دي بيبقى اسمها ريبليكا. الواحده منهم بيبقى اسمها ريبليكا 1 ريبليكا 2 ريبليكا 3. ده كده بنحطه مع 3 تير اركتكتشر، بيحل مشكله السنجل بوينت اوف فيلير. ميك مالتيبل كوبيز فروم ذا سيم داتا. تمام. مفهوم الريبليكا يعني عباره عن اتخيلوا الريبليكا بالظبط كانك عملت كوبي من ملف وسبته عند حد، يعني ناس زمايلك مثلا يستخدموه، بس برضو نفس القواعد والكونسترينز محطوطه عليه، يعني لا حد يعرف يعدل فيه ولا اي حاجه. نفس الشكل، هو هنا هو هنا هو هنا. بس لو واحده منهم وقعت، التانية بتشيلها على طول او بتشيل المجهود. يعني مثلا لو واحده من دول وقعت، بيتقسم المليون العميل اللي هنا 500 على دي و500 على دي اوتوماتيك. فمفهوم الجزء ده؟ مفهوم الريبليكا يا شباب ولا لا؟ تمام. او كويس جدا.
تمام. ده كده الداتابيز ديستريبيوتد انفايرمنت الاوبشن التاني بقى. تمام. الاوبشن التاني بقى ان انا دلوقتي بدل ما كنت بعمل ريبليكا من الداتابيز كلها على بعضها، بعمل ايه؟ باخد اجزاء منها. بمعنى ان انا باخد البارت الاولاني ده لوحده، والبارت التاني لوحده، والبارت التالت لوحده. تمام. وابتدي احطهم على سيرفرات مختلفه. ده بيبقى اسمه فريجمنتيشن، او اللي هي ان انا باخد اجزاء فريجمنت منها وبعمله يعني بحطه على جهاز لوحده، بحيث لو واحد من الاجهزه دي وقع مالوش يبقى تلتين البيانات التانيين عندي. ده برضو بيعمل مشكله ان انا ممكن يطير عندي جزء من البيانات. انا عارف يعني اي حد هيجي في دماغه هيسأل السؤال ده، بس اللي بيحصل في الحقيقه ان احنا بنستخدم الريبليكا مع الموضوع ده. بنوزع البيانات على كذا سيرفر وبنعمل منهم كذا نسخه تاني. تمام. وكل سيرفر على حسب مجهوده او اللي يقدر يشيله، بحيث لو واحده منهم وقعت تشيلها التانية. فاحنا بنستخدم الاتنين. ساعات مثلا بيتعمل الفريجمنتيشن في الاجزاء بتاعه الداتا اللي هي عادي ممكن نعوض باللي موجود المتبقي، اللي هو ايه يعني. مثلا ممكن ناخد فريجمنت عواميد بس من التيبلز او روز معينه من التيبلز. دي اهم روز عندنا، مش باقي الداتا لو ضاع مش مهم. ليه هتقولوا حد مثلا يلجأ لحل زي ده؟ لان انك تعمل ريبليكا كامله من الداتا اللي عندك، سواء يعني على الاغلب لو كانت بالملايين، يعني خصوصا لو كانت الداتا بالملايين او كده، داتا كبيره قوي، بيج داتا يعني، هتلاقي الناس بتلجأ للحل بتاع الفريجمنتيشن ده، ان هو ياخد جزء بس مهم من الداتا ويخزنه عنده، بس لان هو ده ايه اللي يهمه، فبياخد فريجمنت بس ويعمل منها نسخه. فده ايه ده بالنسبه للفريجمنتيشن. هو لما انا باخد جزء من البيانات، تمام، بيبقى هو اهم جزء عندي، وبروح عامل منه كذا نسخه، بارت 1 وبارت 2 وبارت 3، وبخزنها على سيرفرات كتير. تمام. واضح الجزء ده؟ يبقى ريبليكا بعمل كوبي للداتا كلها. فريجمنتيشن بقسم بارتيشنز وباخد اجزاء من الداتا بس وبخزنها. مفهوم الجزء ده ولا لا؟ تمام. ده كده يا شباب النهارده يعني ده كده ايه بالنسبه للداتابيز النهارده. دي كده كانت المقدمه عن الموضوع ده اللي احنا محتاجين نعرفه عشان المحاضره الجايه نخش على الاي ار دي. ده اخر جزء. انا مش هطول معاكم خالص في البدايه، عشان لو كنت حطيت الاي ار دي النهارده كان الموضوع هيبقى يعني مخنق شويه. ليه؟ لان احنا حتى الان اخدنا ساعه لحد دلوقتي من اول المحاضره لحد دلوقتي. فالاي ار دي هحتاج اعمل لكم فيه تاسكات عشان تبقوا فاهمينه كويس، فاحنا محتاجين له يوم لوحده. انا كنت بفكر احطه لكم النهارده، بس قلت لا، مش هينفع بالشكل ده. ف ده كده ايه يعني اللي هنقف عنده النهارده، والمره الجايه هنبدا الاي ار دي. تمام. بصوا، في ناس ما لحقتش المحاضره اللي فاتت. انا عايزكم تفتحوا المايكات دلوقتي، واي حد كان عنده سؤال في بروفايل الداتا اناليست عموما يكلمني فيه. انا ممكن نستغلوا الساعه المتبقيه دي كلها في ان احنا نتكلم في الموضوع ده. تمام. اي حد عنده سؤال مثلا في فريلانسنج، ازاي يشتغل، اي حاجه، يبتدي يكتبه في الشات هنا وانا هرد عليه. والمره دي معانا ساعه، المره اللي فاتت كان معانا نص ساعه بس. تمام. فخلوني كده ايه، خلونا نقفل سلايدز واي حد برضو مش فاهم اي حاجه في المحاضره يقول لي. تمام. انا هجيب لكم اللي هي السلايد اللي موجود فيها الاجنده، بحيث تبقوا عينكم على اللي احنا اتكلمنا فيه كله. استنوا كده. البي دي اف ما فيهوش الاجنده، هبدله باوربوينت. حاولوا يعني ايه اللي معاه سؤال في اي حاجه، سواء في المحاضره او في الجوب بروفايل عموما، الداتا اناليست بيعمل ايه، انا بعمل ايه في شغلي، يساله لي في الشات هنا وانا معاكم اهو. يعني بس هخليها محاضره خفيفه خالص عشان نبدا بيها، بس ده مدخل للداتابيز. فافتحوا المايكات، كلموني يعني. تمام. دي المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده.
فلو اي حد وقف معاه اي جزء من دول ومرضاش يتكلم في وسط المحاضرة يقول لي. هم. طب في حد طيب عنده سؤال في مجال الداتا عموما، عشان احنا اتكلمنا عن كل ده المرة اللي فاتت. هو النهاردة دي محاضرة ايه يعني خاصة بالداتابيز لوحدها، بس ممكن تسأله عادي في المحاضرة اللي فاتت. هم. انتوا تقريبا المنصة بتبعت الأسئلة متأخر اهو. طب انت كنت شغال يعني هو مش، لا مش غلط خالص، تمام، بس انت كنت شغال ايه قبل كده يا ابراهيم؟ كنت شغال قبل كده في ايه؟ بيزنس خاص. طيب هو عموما البيزنس الخاص بتاعك انت تقدر تستفيد من الداتا فيه، تمام. بس خليني اقول لك مثلا انك انت لو مثلا حابب تشفت كارير، خلي البيزنس بتاعك زي ما هو شغال، تمام، واستفيد مثلا بالعائد اللي بيجي منه بانك تعمل مثلا حاجات ايه تطور بيها نفسك، فاهم يعني، انك انت بس تاخد كورسات، تدخل اي تي اي وهكذا. ولا مش مشكلة خالص لا سن 32 ولا حتى 50 سنة انك تبدأ المجال ده، لو انت حاسس انك انت مستوعبه داخل دماغك وعايز تشتغل فيه، انت ابدأ فريلانسنج، تمام. حتى لو انت مثلا خدت دورة في المجال او حاجة، آه، ابتدي دور في دايرة معارفك الاول. انا قلت لهم المرة اللي فاتت لو عايز تشتغل ابتدي اعمل اول حاجة انك تدور في دايرة معارفك، شوف مين فيهم مثلا شغال في شركة، وابتدي اقول لهم هل انتوا محتاجين داتا اناليست عندكم، هل ينفع مثلا طبقتوا الموضوع عندكم ولا لا، حابين حد يطبقه، تمام. انت خلاص حسيت انك قوي بانك تشتغل، خايف شوية، طب اجل الموضوع انك تدور على شركة، ابدأ بمنصات الفريلانسنج. ابدأ الاول مثلا دور على ايه، دور على خمسات، تمام. طب خلاص مش مشكلة خالص يعني، لو انت قفلت مثلا بعد الكورونا او كده، عادي انت مثلا شفت الكارير بتاعتك خليها داتا اناليسز. بس الفترة دي مثلا هتاخد فيها انك انت مثلا تتعلم، المتوسط بيبقى مثلا من 6 شهور لسنة. بس لو انت مثلا كنت في حاسبات، كنت دارس الموضوع قبل كده، عارف يعني ايه داتابيز، عارف الكونسبت في دماغك، اخدت برمجة قبل كده، ممكن تاخد شهرين 3 وخلاص، ممكن تاخد شهر على حسب استيعابك وقرايتك في الموضوع او معرفتك فيه قد ايه، تمام. ممكن تبدأ مثلا بانك تشتغل داتا اناليست باكسل مثلا وباور بي اي لوحدهم. دول كافيين ان هم يشغلوك يعني. في هنا شركات ياما، ومنهم لسه واحده زميلتي مثلا كانت شغاله في شركه عندنا هنا في اسكندريه، تمام، اسمها باب رزق عموما. بيشتغلوا هناك بباور بي اي واكسل، باور بي اي واكسل بس، تمام. وبيركزوا على الجزء ده يعني، حتى بيرفضوا ان انت تستخدم برمجه ساعات يعني، تمام. ف ابدأ بأي حاجة تتعلمها، حس بس انك قوي فيها، ابتدي على موقع الفريلانسنج، وان شاء الله يعني ايه ربنا يكرمك، ما تقلقش، وما تبصش لحتة السن خالص يعني. آه الهنود بيشتغلوا وهم عندهم يعني، ده الواحد شايب خلاص وعادي شغال داتا اناليست والدنيا ماشية معاه، مش مشكلة خالص، تمام. معايا ابراهيم، فما تقلقش خالص من حتة السن دي، لا اشتغل يعني، ابدأ فريلانسنج والموضوع هيمشي معاك يعني. هنا ده كمان انت لو كنت شغال وفاتح بيزنس ده بوينت ليك انت اصلا كده، الشركات ممكن تحب تشتغل معاك لانك انت واحد عندك ادارة، خدت مثلا في موضوع البيزنس ده مش مشكلة انك قفلت وحاجة بس، فاهم. ده في بعض الشركات بتفضل الشخصيات اللي هي يعني اشتغلت في حاجة قبل كده. آه مين تاني عنده سؤال؟ انتوا سألتوني المرة اللي فاتت عن الفريلانسنج برضو، ازاي تبداوا فريلانسنج، ما تبداوش على اب وورك، قلت لكم يعني في الريكورد وكده، في قصدي الميتنج ولا ايه. ما تبداش خالص على اب وورك او منصه اجنبيه، اولا عشان اللغه، بس حتى لو انت ظابط اللغه بيواجهك صعوبات كتيره، زي انك تشتغل قصاد ناس ياما من مجتمعات مختلفه زي ايه الهنود والامريكان و فهناك المنافسه عاليه قوي، وهم اشطر مننا بسنين ضوئيه، فليه تحط نفسك معاهم
وانت لسه بادئ فيكسروك، تحس انك انت ايه، لا انا مش قادر اعمل حاجه قصاد دول. لا، انت خش في المجتمع العربي، الناس كلها بتتعلم، لسه المجال داخل عندنا. كده كده المنافسه اقل، عشان احنا اللي بيدخلوا مثلا على خمسات او مستقل بيبقوا عرب بس. فاي حد حابب يبدا فريلانسنج خليك على خمسات ومستقل، وان شاء الله يعني ايه تبدا من هناك، وبعد كده انتقل بقى للمنصات التانية. في ناس بتقولك ابدا على اب وورك، بس انا بصراحه ما انصحش بالخطوه دي. تمام. ده بالنسبه لاكتر سؤال كنتوا بتسالوه لي في الشات يعني. حد عنده سؤال تاني؟ وفي حد بيكتب اهو. ان شاء الله عايز احط لكم برضو اللي هو الجدول بتاع المحاضرات، هيبقى المحتوى بتاعهم ايه، بحيث تيجوا انتوا عارفين شويه عن الموضوع تناقشوني فيه وكده. المره دي اول ما اقفل معاكم هحط لكم الجدول هيمشي ازاي وكده يعني. مم. اختيار المجال، قصدك المجال كبرمجة عموما وتكنيكال وكده، ولا قصدك على مجال الداتا؟ يعني انت قصدك على الداتا، الداتا فيها اي كوميرس، قصدك الدومين بقى، اللي هو الدومين بتاع يعني انت عايز تستخدمي الداتا سكيلز بتاعتك فين. الاي كوميرس بصراحة قوي جدا، الاي كوميرس قوي جدا. يعني لو حابة تبدأي من هناك، الشركات بتتعارك على الناس اللي فاهمه اي كوميرس مع الداتا، يعني كومباينيشن عسل يشغلك في اتخن شركه. خصوصا الشركات اللي هي زي فودافون والشركات التقيله بتفضل الناس اللي عندها اي كوميرس. انا يعني للاسف اتحطيت في دومين، لان انا بدات معاهم وقعدت سنين، فخلاص فضلت فيه، اللي هو دومين الكول سنترز وكده. فانا بعرف اطبق الداتا سكيلز اللي عندي على المجال ده، فاشتغلت فيه كداتا اناليست. فلو انت لسه بادئه وحابه تتخصصي في، عندك الماركتنج اناليسيز وعندك البي اي وكده. لو انت عايزه الاي كوميرس حلو قوي، حلو قوي يعني. ده كمان بيبقى مدخل لحاجات زي الفينتك وكده، ابدأي بيه مش وحش لو انت فاهماه شويه. عيشي فيه قوي وزودي عليه بس اللي هي الداتا سكيلز، هيبقى مفيد جدا ليكي. تمام. فهو مهم كخطوه، بس انت كده كده لسه في الاول. ممكن تاخدي فكره عن كل دومين، بحيث ما تتفاجئيش في النص ان في حاجه جت وانتي يعني كان نفسك تدخليها. بالنسبه للماركتينج، الماركتينج برضو كويس جدا. ايوه، في حد عايز يتكلم، فتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندس، هي بس الفكرة ان احنا زي ما حضرتك لسه بتقول احنا لسه في البداية والدومين دي كتيرة جدا، فاحنا نبدأ ونقدم في الشركات زي حضرتك بتقول ونقدم كفريلانس، ولا لازم يبقى عندي دومين معين فابتدي اخاطب الشركات دي؟ هقولك انا فهمت سؤالك قوي، فهمتك. ايوه، يعني انت قصدك عشان برضو اتاكد ان انا فهمتك، انك الدومين بتاع الشركة عايزة تشوفي انت متخصصة فيه ولا لا، صح يعني؟ ولا انا فهمتك غلط؟ الشركات في مصر عامة او الشركات حوالينا عامة بتبقى طالبة دومين معين، فانا محتاجة ان انا اركز في النقطة دي مع المذاكرة، ولا انا لو ركزت مثلا في المذاكرة في الاكسل والباور باي ابتدي ادور بقى في كذا مكان وبعدين مع الوقت هيحدد الدومين؟ لا يعني هو لو انت داخله، خليني اقول لك، لو انت داخله على شركه معروف دومينها قوي ومعروف انها محتاجه حد يكون متخصص في الحاجه دي، يعني هو على حسب الجوب ديسكريبشن المحطوط. انت دلوقتي سالتي واحد من زمايلك او ايه، او من اللي حواليكي، تمام؟ انتوا عندكم جوب بروفايل ايه، او عايزين مثلا داتا اناليست في ايه، راح قايل لك لا ده احنا عايزينه بيفهم ماركتنج. ومش ده الاغلب اللي بيحصل. يعني انا مثلا في الفتره اللي انا اتعينت فيها كان كله بيبقى كاتب داتا اناليست بس، تمام، لان الشركات كانت لسه بتبدا. مع الوقت هيحصل اللي انت بتقولي عليه ده، هتلاقي الناس بتبتدي تطلب حد متخصص في حاجه معينه، اللي هو ايه، انا عايز داتا اناليست بتاع اي كوميرس. فاحنا ممكن نكون ابتدينا في الموضوع ده. فانت شوفي الدومين اللي انت حابه تقدمي مثلا على شركات بتشتغل فيه. يعني انا مثلا، انا كواحد بفضل ان انا اشتغل في الحاجات اللي هي زي شبه فودافون، هدرس معاها ايه؟
هادرس معاها اللي هي الكوميونيكيشن واللي هي مجال التكنولوجي، هم شركات تكنولوجي. عايز ادرس الدومين بتاع شركات الاتصالات عشان ابقى فاهم مثلا لو انا بحلل بيانات كوميونيكيشن ابقى فاهم البيانات دي بتتكلم عن ايه. فعلى حسب الشركه اللي انت عايزه تشتغلي فيها، ده بالنسبه للدومين. انما كفريلانسنج لا، فريلانسنج انت بتحتاجي تفهمي في كل ايه، في كل حاجه وعلى حسب المشروع. فنفس الكلام يعني اللي هو ايه، الشغلانه بتيجي ساعات على موقع مثلا ابورك يقول لك انا عايز واحد يكون جرب ماركتنج، بروح سايب مثلا شغلانه الماركتنج وادور على واحده عاديه، مثلا يكون واحد طالب تحليل بيانات لحاجه انا فاهمها. فهمتي الفكره؟ فانت على حسب انت رايحه لايه. انت عايزه تتعيني في شركه خاصه بالماركتنج، دوري على الماركتنج. عايزه شركات تكنولوجي، ابتدي ادرسي الدومين بتاع التكنولوجي. تمام، لان لو انت عايزه تشتغلي داتا اناليست عامه يعني في شركات بتشغل كده، بس مش هيبقوا كتير. فاهمه؟ مش هيبقوا كتير دلوقتي، بقوا بيطلبوا فعلا زي ما انت بتقولي. فممكن تبتدي تدرسي دومين معين احتياطي، ولو جاتلك جوب داتا اناليست عام يعني اللي هو مثلا طالبينها كده، مش طالبين معاها دومين معين، قدمي عادي. فهمتي الاجابه قصدي بيها ايه؟ قصدي ان انت شوف انت بتفضلي ايه، خليكي دومين ومعاه بتطوري نفسك في الداتا اناليسيز عموما، بحيث لو جات جوب مش مطلوب فيها ريكويرمنت بتقدمي برضه زي ما انا عملت مع نفسي كده. تمام يا باشمهندس. تمام. بس ده بالنسبه للدومين، وما تشغلوش بالكم بيه قوي يعني. الفرص ايه، مش كتير بس بتيجي. يعني انا مثلا يعني الفرص بالنسبه لي بتيجي قد ايه، كل شهر او اسبوعين بلاقي شغلانه محطوطه. لو مثلا لقيت شغلانتين طالبين فيها حاجه، هلاقي في التالتة مثلا مش طالبين فيها دومين. فما تشغلوش بالكم بالدومين، زودوا بس مهاراتكم في مجال الداتا وهتلاقوا شغل. يعني ما تركزوش في الدومين قوي. قدام لما تبقوا متخصصين وكده بقى بيطلبوا مثلا، هتلاقوا دايما في الدومين ده حواره بيتكلموا فيه كتير. لما يبقى واحد سينيور، زين سينيور يكون عنده كام سنة خبرة في مجال الماركتينج وهكذا. بس لو مثلا حد زي ابراهيم، تمام، ابراهيم مثلا كاتب ان هو التخصص بتاعه ماركتينج، فده خلاص هو كده كده عنده الدومين. زود بقى مهارات الداتا عندك، اشتغل فيه. ايوه طبعا انصحك جدا انك تشتغل فيه. مصطفى عثمان يعني باشمهندس مصطفى عثمان لو حد يسمع عنه، ده بسم الله ما شاء الله عليه برضو كده، بدأ كده برضو. كان هو شغال في الماركتينج وبعد كده ابتدى يشتغل داتا اناليست، وبدع في الاتنين يعني، سواء كده او كده هو شاطر جدا. بس فاللي عنده دومين يكمل فيه، سواء انت جاي من خلفية مثلا واحد جاي من تجارة اي كوميرس اي حاجة، كمل على داتا واشتغل فيه عادي. تمام يا شباب. ايه تاني عايزين تسألوا فيه؟ معلش سؤال تاني يا باشمهندس. تمام. هو انا لازم اكون اخدت كورس مثلا معين او حاجه معينه، ولا ينفع سيلف ستادي والاقي من بعد شغل؟ يعني انا لازم اروح اخد مثلا الاي تي اي او ايا كان مثلا كورس في مكان معين، ولا ممكن يبقى سيلف ستادي زي احنا مثلا الجروب اللي احنا عاملينه، فانا بتابع مذاكره فانا بقيت شاطره في كذا فبعرف اعمل كذا؟ فهمتك. يمشي كده ويمشي كده. هقولك ازاي. الاي تي اي وجود اسمها في السي في بتاعك ده كفيل ان هو يخلي الناس فعلا تختارك، او تختارك ايه، مش هتدخلك الشغلانه على طول. كده كده في انترفيو. بس مثلا اديني عقلك كده وتعال نفكر مع بعض. احنا دلوقتي واحده داخله، مفيش اي تي اي، مفيش منح، مفيش اي حاجه، بس عامله 20 بروجكت وحطاهم على جيت هاب، وكل بروجكت باجي اكلمها فيه في الانترفيو يعني لا فاهمه هي بتتكلم في ايه، وشرحهم كويس، عامله لهم ديسكريبشن في ريدمي فايلز وكده، والدنيا تمام. لا طبعا بتاع اي تي اي لو مش فاهم هو عامل ايه واعتمد على الاي تي اي بس مش هيختاروه. فيمشي كده ويمشي كده. السيلف ستادي بتعملي مشاريع وبترفعيهم على الجيت هاب، طبعا هفضل حد يكون فاهم المجال. انا ممكن اشغل واحد اندر جراد، تمام، يعني لسه ما اتخرجش، عشان هو بس فاهم المجال، ولا انيش اشغل حد خلاص معاه الشهادات سيرتيفيكيتس في كل حاجه وهو مش ناسي الكلام ده خالص. فعايزه تاخدي الاي تي اي بحيث ان هي تزودك في السي في، ولما حد يقولك خدتي الاي تي اي تقولي معايا، خدت منحه كذا معايا. هي هتخلي السي في بتاعك تقيل. بس لو السي في ما فيهوش اي تي اي، مفيش اي مشكله، نزود مشاريع، زودي مشاريع، او عملتي داشبوردات، داتا وير هاوسنج وبتاع،
فبديل الاي تي اي وبديل الحاجات دي، لو مش عايزه تروحي مش هتقدري تسافري تقعدي هناك، مع ان في منح ال3 شهور مش بتضطرك تسافري يعني. بس لو خلاص الاوبشن مقفل، خلاص سيلف ستادي واعملي مشاريع، شوفي مشاريع على كاجل، مشاريع على جيت هاب. خدي بتاع ده، خدي ريبوزيتوري جيت هاب واقعدي عدلي فيه اللي هو مشروع معمول، واقعدي زودي بقى تعديلات فيه والعبي فيه زياده وروحي ارفعيه تاني. ففهمتيني؟ مش لازم الشهادات، بس لو خدتيها هتنفعك كتير مش هتضرك. انما لو الاوبشن مش موجود، بدليها بانك مثلا تدرسي لوحدك، ولما ربنا يوفر مثلا سيولة كويسة ابتدي قدمي على سيرتيفيكيتس معتمدة من مايكروسوفت او حاجة، وخلاص هتبقى بديلة للاي تي اي. اكيد هو اسم اي تي اي كويس، بس مش اخر الدنيا. فهمت يا شباب؟ في حد بيكتب اهو سؤال تاني. فهمتيني بالنسبة للسؤال بتاعك ولا ايه؟ تمام. العفو يا شباب. على ايه؟ تمام. المهم بس تكوني ايه وصلت لك النقطة، وما تعجزيش نفسك في البداية، اللي هو سيبي اللي هي التفكير في الحاجات دي. في حاجة ممكن اذاكرها جنب السيشنات؟ يعني في حاجات ياما. يعني انا مثلا لما اديك ان انا هنتكلموا المرة الجاية ايه عن الاي ار دي، ابتدوا ادخلوا على مثلا مواقع زي ايه الحاجات المجانية مثلا، خدوا فكرة عن الموضوع. ميديوم مثلا، اكتبوا اي ار دي ميديوم، هتلاقوا واحد بيشرح على موقع ميديوم يعني ايه ار دي. ادخلوا على اليوتيوب مثلا، جيبوا موقع عربي او حاجة بيشرح الموضوع ده، تاخد فكرة، بحيث مثلا لما اديك التاسك، لان انا المرة دي كانت انترودكشن، المرة الجاية هيبقى في تاسكات، عشان اتاكد ان انتوا فاهمين. ممكن اعمل جوجل فورم واعمل عليها شوية اسئلة، واشوف كل واحد الرد بتاعه كان عامل ازاي. فحضر بحيث تبقى المعلومة اللي جاية انت كده كده عدت على دماغك قبل كده. تمام. فممكن وكورسيرا، يعني كورسيرا حلو قوي. ابتدوا مثلا في كورس جوجل داتا اناليتكس. مش لو انتوا مثلا داخلين معايا على اساس ان انتوا عايزين البروفايل بتاع الداتا اناليتكس، في جوجل داتا اناليتكس، ممكن ابعت لكم اللينك بتاعه على الجروب، بحيث ايه تبتدوا برضو تمشوا فيه معايا وتبقوا وصلتوا ايه. يعني انا واللي يبقى مثلا عنده سؤال فيه يجي يساله لي المحاضره اللي بعدها، وهكذا يعني. تمام. استنوا كده، هجيبه لكم دلوقتي اهو. هبعته هنا وهبعته على ايه، على الجروب بعد الميتنج. وشيروا الحاجات دي برضو مع زمايلكم، تفاعلوا على الجروب برضو، بحيث ايه اللي ما حضرش كان عنده ظروف او حاجه يبقى يلاقي اللينكات معاه، وهكذا يعني. جوجل داتا اناليتكس، لحظه كده هبعته لكم. في ممكن تدفعوا فيه فلوس، بس لا اصبروا عليه، خدوا فيه فاينانشال ايد يعني. واللي ما بيعرفش يعمله ممكن ابقى اوريكم فيديو تعملوه ازاي. تمام. ده اللينك اهو، ده اللينك بتاع الكورس ده. هتاخدوا فيه مش بايثون، انا هديكوا بايثون، يعني انا همشي معاكم في البايثون، ده هيديكوا ار، وهو كده يبقى انتوا لميتوا الار مثلا والبايثون من ناحيه. لو مثلا حد مش صابر ان انا برضه اديكم الار، انا هبدا معاكم بالبايثون قريب، يعني هنخلص 7 سيشنات بتوع الداتابيز لحد ما تفهموهم والتاسكات تطلع كويسه وكده. هديكم بعديها البايثون ان شاء الله، يعني الاكسل يا البايثون. تمام. ده كده بالنسبه ايه لاكتر كورس انا برشحه هو ده. ايه تاني عايزين تسالوا فيه؟ حتة الدومين تاني يا شباب، لو حد فيكم جاي من خلفية من كلية معينة، يستخدم الكلية في الدومين بتاعه. تمام. انتوا لسه شايفيني ولا ايه؟ عشان هو بيقول لي ان الكونكشن فصلت. تمام ماشي.
نقعدوا كده لحد لقينا لحد مثلا 9:30 و5 كده. لو حد عنده أسئلة يكتبها أو يفتح المايك ويتكلم وأنا معاك. حد مثلا برضو لو ما حضرش السيشن اللي فاتت اتكلمنا فيها عن السالري. هنا مثلا متوسط السالاريز بيبدأ هو بيختلف من شركة للتانية. يعني انت لو اشتغلت مع شركة كبيرة انت بتتكلم في فئة مرتبات مختلفة تماما. تمام. بس عموما كداتا اناليست ما تروحش لحد يكلمك في اقل من 6 أو 5 تلاف، ده لو هو واقع خالص يعني، وانت جونيور لسه بتبدأ او فريش جراد، يعني اللي هو بتتمحك عايز تشتغل في اي حاجة، ما تروحش لحد يديك اقل من 6 مثلا، لان هو ده المفروض المينيمم بتاع الرواتب. انما في القاهرة مثلا انت بتتكلم في رينج تاني خالص، عشرات، تمانيات، 9 كده. ف يعني ده بالنسبة للرينج بتاعك. طب بتبدأوا من ايه؟ بتبدأوا من ايه يا احمد؟ قول لي كده مثلا الدنيا عندكم المرتبات فيها بتبدأ من ايه؟ لان هنا انا بقول لك مفيش يعني ما بقعدش اجادل مع حد يقول لي كده. لا قول. هو الموضوع بايظ للدرجه دي؟ ايه اتنينات ولا ايه؟ ولا علاقات 3.5؟ لا يعني ده حتى يعني مثلا لو بنتكلموا على جوب بروفايل قديم وفي ناس ياما مثلا شغاله فيه زي المحاسب مثلا. في ناس ياما محاسبين برضو مش يعني صعب لا كده صعب. يعني 3.5 ده مثلا ممكن نقوله في فترة التدريب مثلا ياخدهم حد لسه بيتدرب مثلا كمحاسب. اه انما صعب لا صعب. بس اقولك على حاجة يا احمد، لو خلاص الدنيا قفلت بيك وال3.5 دول هم اللي هيعملوا الخبرة بتاعتك، ماشي يعني ماشي ما تترددش. انا لو كنت مثلا لسه خريج وعايز اشتغل اكتب في السي في اشتغلت في شركة كذا، والله ماشي 3.5 مش مشكلة. بس انا بقول لك حاليا صعب جدا حد يكلمني في حاجة زي كده. انا اوتوماتيك هقول له السلام عليكم، ممكن من غير السلام عليكم وامشي كمان. العفو العفو يا ابراهيم حبيبي. انتوا طالعين خلاص ماشي. آه هو حرفيا الشركات اصلا بقت تفتح هنا علشان كده المرتبات. طيب هو عندكم مثلا الشغل كتير؟ يعني مثلا مفيش حد قاعد؟ ما دي ميزة برضو، هي ميزة وعيب. يعني مثلا لو شركات ياما بس مرتب قليل، ما ده كويس يعني. ده في حد ذاته كويس. ليه؟ لانك انت في مقابل المرتبات العالية ساعات بتلاقي فيه بطالة، يعني ناس ياما قاعدة مفيش حد اخد الجوب بروفايل ده كتير. بس مثلا لو في ناس ياما بتفتح والمرتبات قليلة، فده ميزة برضه. يعني ليه ميزة وعيب. يعني عيب ان المرتب قليل، بس هتلاقي شغل بسرعة، والشغل بسرعة يفتح لك شغل في اماكن تانية. يعني انت ممكن تشتغل سنة عندك 2 تصبر على الوضع ده وتخرج هناك كسينيور داتا اناليست. على فكرة المعلومة دي قالها لي يعني باشمهندس ياسر علاء للي بيتابعوا على لينكد ان. قال لي ابتدي حط انك سينيور من اول 3 سنة. يعني انا كده المفروض يعني احط سينيور. تمام. ف انت اصلا لو بتعد سنين وقاعد في شركة ماشي المرتب قليل ماشي، فتمام. بالظبط بالظبط. فحلو قوي. يعني انا يا ريت عندي كانوا كده. لا انا عانيت على بال ما رحت على مرتب كويس بس عانيت على بال ما لقيت اول شغلانه دي. يعني هنا في اسكندريه الوضع صعب، وفي القاهره في شغلانه في ياما في شغلانات كتير بس ومرتبات حلوه، بس المنافسه عاليه قوي. يعني كل ما له علاقه بالداتا قاعد هناك. انما عندك لو الشغل كتير ده حلو حلو. يعني ابتدي هناك يا احمد مع اي شركة ايا كانت، خد خبرة وقول لهم سلام خلاص على القاهرة عادي. بس او ابتدي فريلانسر بقى خلاص. فدي ميزة وعيب يعني، فاهم؟ شوف انت ايه الافضل ايه بالنسبة لك واعمله.
انا فعلا كل زمايلي اللي كانوا من المنصورة معايا في المنحة كله اشتغل، حتى اللي كان معايا في الكلية رجع اشتغل على طول. ببقى مستغرب هما ازاي بالسرعة دي عملوا كده، فانت كده وضحت لي الصورة يعني. ايه تاني يا شباب عايزين نتكلموا فين؟ عمال افتكر الاسئلة بتاعت المحاضرة اللي فاتت. واتكلمنا في الدومين، قلنا ان هي بتطبق على اي دومين. كمل على كليتك على طول. فريلانسنج، اتكلمنا في السالاريز. حد فيكم مثلا حاسس ان هو هيعصلك معاه الموضوع بسبب الرياضة او كده؟ حد فيكم فكر في النقطة دي او مثلا شغلاله باله متضايق منها؟ بس انا في ناس ياما النهارده اتكلمت كانت من حاسبات، مش هتتكلموا زي المره اللي فاتت اللي جم في الانترودكشن كانت الخلفيات مختلفه، فياما قوي اتكلموا في الحته بتاعه الرياضه دي. بس عموما خليني اقول لكم، عشان كمان المحاضره دي هنزلها على طول غير التانية ارد فيها على الجزء ده. لا مش للدرجه، انت بتاخد اصلا اجزاء من الرياضه، مش بتستخدمها كلها. انت مش هتبقى مهندس، انت هتستخدم اجزاء منها. الاحصاء مثلا، واغلبها هتستخدموا الاحصاء الوصفي، طالما انتوا مش داخلين بقى في ماشين ليرنينج وذكاء اصطناعي وهتطبقوا داتا ساينس وكده. انت هتبقى داتا اناليست، محتاج يكون عندك خلفيه رياضيه بسيطه، احصاء بس مثلا، وشويه لينير الجبرا. ده لما يعني بص يبقى الدنيا خلاص. فمحدش يقلق من حته الرياضه دي خالص. ممكن بكتاب واحد او حاجه، ممكن ارشح لكم كتاب ريفرنس حلو يعني، هيديكوا كل الرياضه اللي محتاجينها في مجال الداتا عموما. حتى لو هتشتغلوا في كداتا اناليسز او داتا ساينس او كده، الريفرنس ده هيبقى كويس يعني، هيديكوا كل الحاجات اللي محتاجينها. طب حلو قوي، حلو قوي. ممكن قدام لو احتجت يعني لقيت ناس ياما قوي مقبله على مجال بقى الداتا ساينس، اللي هو مش اناليسيس بس، ان هو بقى يبقى داتا ساينتست، اللي هو عايز ماشين ليرنينج وديب ليرنينج وكده. ممكن فعلا تحضري المحاضرات معايا ومفيش مانع، مفيش مانع خالص. المهم بس خليكي معانا على الجروب على اتصال، واول ما يبتدي الموضوع ده لو لقيت فيه اجزاء فعلا محتاجه شرح تفصيلي او كده ممكن تبقي معانا فيه. اتشرف يا شيماء عادي. وكويس ان في ناس يعني حابه تساعد زمايلها، يعني انا مبسوط ان في حد عمل كده بجد. ومثلا لو جينا نتكلم عن دومين معين، يا ريت ارفعوا ايديكم واتكلموا. يعني مثلا واحد فاهم في البيزنس او الاي كوميرس، ادخلوا قولوا لبعض انا اشتغلت قبل كده في ده وشوفوا يعني ايه، اشرحوا لبعض انتوا خلفيتكم عن الموضوع ده ازاي، فاتكم ازاي، حاسين ان انتوا تعرفوا تطبقوا فيه ولا لا. حد مثلا خلفيته الرياضيه كبيره يجي يتكلم فيها وهكذا. يعني مثلا خلفيتي تجاريه، يعني افهم اكتر في البيزنس، ممكن اطبق في البيزنس اكتر. فكل واحد والدومين بتاعه، فما تبعدش ما تنساش الدومين بتاعك خالص، لانه مفيد. يعني انت هتطبق الداتا دي على ايه؟ ما هو الداتا ساينس او الداتا اناليسيس هتطبقها على ايه؟ دومين. لو ما كانش الدومين بتاعك هتتعلم دومين وهتدخل من الاول وجديد. فلا، ما تنساش الكليه خالص، ما تنساش تعليمك اللي انت خدته، خليه في دماغك وزود عليه الجزء بتاع الداتا. لسه كان في حد عند المره اللي فاتت اسمه ريهام، ايام تقريبا دي كانت دكتوره صيدلانيه تقريبا. كانت بتقول ان هي مش شايفه تطبيق مجال مثلا المجال بتاعها يعني الداتا عندها يعني. فانا استغربت، انا اصلا اخر شغلانه اشتغلتها كانت مع دكتور صيدلي من قطر وكده، واشتغلت معاه. ف هتقولوا لي كنت بستخدمها في ايه؟ بعد مثلا المبيعات من ادويه معينه في مواسم معينه كده، كنت بعمله داشبوردز بباور بي اي. ده كان اتعرفت عليه على خمسات واشتغلنا مع بعض. بس ف يعني كل اللي معاه دومين يحتفظ بيه. تمام، فاضل 3 دقايق. طيب سؤال أخير بقى،
تمام هو فهمت. انا لو فريلانسر مثلا، ايه الميشن اللي ممكن تبقى مطلوبه مني؟ يعني ايه التاسكات مثلا اللي ممكن تبقى مطلوبه مني من حد مثلا فريلانسر؟ انا معيش، المفروض ان انا ما احتفظش بالداتا بتاعت شركه مثلا علشان البريفيسي. فانا كفريلانسر ممكن يكون ايه التاسكات المطلوبه مني؟ حلو قوي، حلو قوي انك اتكلمت في النقطه دي، عشان دي انا كنت ناسيها. يعني سالهم فيها المره اللي فاتت كتير قوي. انا مثلا ايه التاسكات اللي هتطلب مني بما ان انا بره الشركه ومش عارف اخد الداتا؟ التاسكات اللي بتبقى مطلوبه منكم بتتنفذ بفيك داتا. يعني انا اكيد الدكتور الصيدلي ده جاب لي مثلا داتا شهرين، فهمتوا؟ يعني ايه جاب لي داتا مثلا شهر يناير من 21 اللي هو اصلا مش هيأثر في حاجه معاهم، وداتا مثلا من اي شهر تاني انا مش فاكر بالظبط، كان جايب شهرين كده اي عشوائي، وريكوردات اللي هي ما بتعديش ال100 ريكورد يعني. في حين ان المستشفى الحقيقيه او المجال يعني ايه، هو كان من المستشفى، هو ماسك قسم الصيدله في المستشفى اللي بيتصرف منه العلاج. فانتوا لكم ان تتخيلوا بقى القسم ده بيصرف بشكل يومي قد ايه، فاكيد مش بيبقى بال100، مش 100 ريكورد بس. فالراجل ده عطاني 100 ريكورد تمام من داتا فيك، اللي هو عاملها عشوائي وفلوس عشوائيه وكده بس، مش حقيقيه. فانتوا لما بتيجوا تشتغلوا فريلانسنج بيبقى هو اصلا عارف انه هيتعامل مع فريلانسر، فهو مش هيخش مثلا يتعامل معاك وهو يقول لك لا انا مش هقدر اديك البيانات تتعامل. لا انت مش هتخترع له، هو بيديك بيانات فيك ويقول لك دي البيانات اللي عندي اتعامل على اساسها، وانا الاوتبوت بتاعك هركبه من يعني هفصل لي الحاجه على مقاس الداتا دي بس. يعني هو ده بيبقى قصده. بمعنى ايه؟ هياخد منك هو مثلا باور بي اي، هتقول له ازاي بس يستخدمه، اول ما يدخل يعمل ايه، يرفرش ازاي، يحط الملفات فين وبس. يعني انا مثلا اعطيته باور بي اي، قلت له لما تيجي تستخدمه حط ملف الاكسل اللي جنبه في نفس الملف، وبدل بس الاكستنشن بس، وهو كده يحط بقى ملف فيه مليون ريكورد ايا كان، هيفتح معاه عادي. فالشغل بيبقى بملفات فيك. التاسكات بقى ممكن يجيلك تاسك، اغلبهم بيبقى داشبوردات، يعني هو اغلبهم بيبقى تابلو او باور بي اي، وفي حاجات ماشين ليرنينج. بس اللي هيطلبوا منك كده هيبقوا على الاغلب ناس عندها مشاريع تخرج ومحتارين يعملوا ايه، بيبقوا طلبة. لو قالك يعني حللي امتحان وكده انصحكم بلاش، عشان محدش يعني ما تأثروش على الرزق بتاعكم، فاهمين؟ عشان ده حرام، ما تغششوش حد. لو مثلا طالب واقف معاه حاجة ساعدوه، بس هتلاقوهم كتير، هتلاقوا الناس دي كتير سواء في اب وورك او خمسات. بلاش حوار انكم تحلوا لحد تاسك. آه انما مثلا في ناس كانت بتيجي تطلب ماشين ليرنينج، بتجيب لك مثلا بيانات فيك برضو من الداتا بتاعتها، وبيبقى او جزء من البيانات بتاعتها، بتعمل لها مثلا بتشوف لها مثلا في علاقه ما بين الفاريبلز دي ولا لا. بس ده طبعا بعيد عن الجوب بروفايل بتاع الداتا اناليست. انتوا كداتا اناليست هتبقوا بتعملوا داشبوردات وبايثون بس، والباقي كله بيبقى داتا فيك. دي التاسكات بتاعتكم: داشبورد، داتا كليننج. داتا كليننج كتير برضو، ناس ياما هتبقى جايبه لكم البيانات شكلها مش بتنضف، فبتستخدموا البايثون او الاكسل او باور كويري تنضفوا البيانات وتحطوها على داشبورد. هو ده شغلكم مع الاغلب يعني انا معظم المشاريع اللي عملتها كانت كده تمام. وكمان يعني مش بيبقوا عملاء مختلفين قد ما هم عميل واحد بيخلص تاسكاي ويطلب منك تاني، خلص تاسكاي ويطلب منك تاني. يعني ممكن تعملي 10 شغلانات مع عميل واحد وتبقى اسمها 10 مشاريع، بس هو عميل واحد. ف يعني ايه ده بالنسبه للفريلانسنج بيمشي ازاي؟ داتا فيك، داشبوردات وكليننج بس. فكده فهمتم الدنيا بتمشي ازاي، ولا لسه برضو مش واضحه لما هتشتغلوا هتعملوا ايه؟ تمام يا شيماء؟ مم. مش العفو، العفو على ايه. المهم بس انتوا تبقوا ايه استفدتم، وانا بجد اتشرفت ان انا ايه يعني كنت معاكم النهارده. وهعمل لكم فوت برضو كده العفو يا احمد، العفو. هعمل لكم فوت كده برضو ايه يعني تدوني اكتبوا لي دلوقتي رايكم على التليجرام، وشوف في مستوى الفهم مثلا ايه كان كويس، لا لو في حاجه عايز تتعدل، عايزين نقف عند النقط اكتر، اعيد المحاضره تاني في يوم تاني، يعني براحتكم برضو. يعني انا معاكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا كده.
ان شاء الله المره الجايه هناخد الاي ار دي، وهرفع لكم الجدول عشان تبقوا محضرين كل حاجه مثلا، او عندكم فكره هتاخدوا ايه المره الجايه. ماشي. هو عموما دي اتسجلت، بس لو معظم الناس يعني مثلا لقيت هم النهارده كان عددكم تقريبا ما بين ال 13 ل 11 واحد اللي حضروا، وكان في ناس بتدخل ويدخل ناس بدلها. فلو مثلا لقيت 10 تنفار كده، 9 8 كلهم مش فاهمين، ممكن اعيدها بحالها من الاول. تمام. انما دي متسجله، فشوف يا محمد لو كذا حد مش فاهم هعيدها تاني. لو مثلا الاعاده اسمها ايه الريكورد ما فهمتش منه، تمام، ممكن تدخل تسالني برضو، عشان بس ايه فاهم. انا ما اقدرش اعيد المحاضره من الاول الا لو كلكم مش فاهمين. تمام. فانا هحط لك الريكورد اللي هو التسجيل، انا لحد دلوقتي بيسجل اهو بالاسئله بكل حاجه، يعني لحد كلامنا ده المحاضره متسجله من اول ما فتحتها. تمام. وانا معاك يعني، ما ادخل كلمني خاص، هجاوبك على اي حاجه. تمام. اي حاجه مثلا وقعت منك في الريكورد انا معاك، ومع اي حد برضو مش فاهم اي حاجه. تمام. احنا كده عدينا 9:30 و5، بقالنا 3 دقايق. سعيد جدا ان انا كنت يعني معاكم، واتمنى اكون فدتكم يعني. تمام يا شباب، اشوفكم المره الجايه على الاي ار دي. سلام.